معايا غدوة بسيطة وسهلة جدا وان شاء الله تعجبكم. ما بتاخدش اي وقت، خفيفة جدا، سريعة، اقتصادية، حاجة كده جميلة بتدوب في البق كده وطعمها حلو. ان شاء الله تعجبكم جدا، ومقدرة موجودة عندنا في البيت، وحاجة كده الواحد كان محتار يعمل ايه فعملتها في ثانية، ما خدتش اي وقت. معايا هنا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نسمي الله ونشوف اللي معانا وهنقول خطوة بخطوة، وإن شاء الله الرز ده هيعجبكم جدا. معايا هنا بصلية كبيرة متقطعة قطع صغيرة، هحمرها كده واديها تشويحة في قلب الزيت والسمنة. طبعا احنا بنقلل السمنة في الرز شوية، بنكتر الزيت عشان يبقى مفلفل وحلو جدا. ومعايا كمان فصين توم معاهم، حطيتهم كده هيبدأوا ياخدوا لون بسيط كده ونشم ريحة التوم. هننزل معانا بطماطم. الطماطم اللي انا معايا دي انا مفرزاها، ان شاء الله هعمل لكم فيديو ليها. تفريزتها جميلة جدا جدا جدا، تقعد معانا للسنة كاملة ما شاء الله. نفس ريحة الطماطم الجميلة اكنك ضربها في الخلاط لسه، وقوام صلصة تحفة بجد. احلى طريقة صلصة انا بعملها، فانا ان شاء الله هعملها لكم للتفريزات بتاعة رمضان بأمر الله. ومعايا هنا البهارات: بابريكا، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. طبعا الاضافات دي انا اللي ضايفاها من عندي، لكن لو هنمشيها على طريقة امنا زمان، فلفل الاسود والكمون والملح برضو هتبقى تحفة وجميلة جدا. وهسيب الصلصة بتاعتي تسبيكة كده تاخد لها غلوة بسيطة كده على النار، وبعد كده ننزل بشوية ملح ومعاهم يعني رشة من السكر. هنقلب كده الملح بتاعنا، ونجيب المكونات بتاعتنا بقى. اول مكون معانا وهنحطه دلوقتي بطاطس كده مقطعة مكعبات. يعني هي أكلة شتوية سريعة اقتصادية، متاخدش أي وقت، جميلة جدا، أطفالنا بيحبوها وبيفرحوا بيها. لو محتارة تعمليها هتعمليها وتعملي جنبها شوية بطاطس، طبق سلطة كده جميل. يعني لو مش هتعملي جنبها أي حاجة زي ما أنا عملت، هتتاكل برضو، ولادك هيحبوها بألف هنا والشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. ويا رب كده تكون ظريفة وخفيفة عليكم. ما تنسونوش كده في اللايك والاشتراك. هنا يا حبايبي هقلبها كده كويس جدا، وبعد كده هنزودها ربع كوباية ماء صغيرة تاخد لها غلوة كده. ومعايا كمان الرز بتاعي غسلاه ومصفياه، وكده حوالي كوبايتين رز حسب طبعا الكمية اللي انت عايزة تحطيها. يعني طبعا دي بترجع ليكي والكمية اللي انت عايزة تعمليها. انا عملتها معايا كمية اللهم بارك يعني كفت وبزيادة كمان، يعني بالهنا والشفا اللي جالها وجربها بطريقتي والله هتعجبكم جدا. هي ما فيهاش تركات كتير ولا اي حاجة، لكن طعمها وولادنا هيحبوها وسريعة جدا واقتصادية. هنا هزود معايا المية. طبعا احنا عارفين المية بتاعة الرز بنغطي بها الرز، والبطاطس بتاعتنا ما شاء الله هي حلوة فبتستوي وجميلة ومش هتطلع مهرية ولا اي حاجة، بالعكس هتبقى جميلة جدا. وهنا خلاص بعد ما خدت كده غلوة واتشربت المية اللي فيها، هحط لها هنا قطعة زبدة كده، دي اختياري بس طعمها طبعا تحفة وبتوديها في مكان تاني. وهسيبها بقى اغطيها كمان شوية، هي هتحتاج كمان شوية مية للأمانة، لأن الرز ده ما بيبقاش عايز المية تتحط كلها مرة واحدة، لأن هو بيبقى فيه طماطم وكده، فتحس ان هو ماسك زي رز المحشي كده. هسيبه كده. هي خدت مني كمان نص كوباية مية، مش كتير قوي يعني. وخلاص هنا حبايبي الأكلة خلصت وجميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وزر تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. واشوفكم دايما على خير في فيديوهات تانية كتير. ولو الفيديو عجبكم ما يعني تنسوش كده تدوني كام من 10 فيه. ويا رب دايما كده في أحسن